الخبر ده يخوف اي حد بيعمل بيزنس في السعوديه. بلومبرج طلعت تقرير يوم 5 ابريل بتقول فيه ان السعوديه هتهدي شويه الشغل في مشروع نيوم. ولو ما تعرفش ايه مشروع نيوم، فده الاكبر ضمن رؤيه 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط. في مجموعه كده مشاريع عاملاها السعوديه علشان تنوع اقتصادها، ما يبقاش معتمد فقط على البترول. مشروع نيوم ده مجموعه من المشاريع الكتير، اكبرهم مدينه ذا لاين. المفروض ان على 2030 مدينه ذا لاين كان هيبقى فيها 1.5 مليون نسمه، الا ان حسب المسؤولين اللي اتكلموا مع بلومبرج قالوا لهم الرقم ده نزل ل 300 الف بس. وفي نفس الوقت المشروع ده كان المفروض هيبقى بطول 170 كيلو متر مربع على الساحل. المساحه دي نزلت من 170 ل 2.5 كيلو. ذا لاين دي المفروض انها كانت هتبقى مدينه خيال علمي كده، مرايات وحاجات غريبه. وبالفعل في كلام ان في مقاول كبير من مقاولين المشروع ابتدى يسرح في العماله. طبعا صندوق الاستثمارات العامه السعودي الكيان الرئيسي واللي بيملك المشروع ده محدش فيه علق ولا رد على بلومبرج. طب عادي يعني، مشروع ووقف، ايه اللي يخوف؟ مشروع نيوم ده تقدر قيمته ب1.5 تريليون دولار، والمفروض ان هو كان هيعمل ثوره في الحياه في المملكه، وكان يستضيف دوره الالعاب الاسيويه الشتويه 2029. حسب التقرير بتاع بلومبرج بيقولوا ان الاستثمارات الضخمه اللي بالتريليونات دي ابتدت تقلق المسؤولين في الحكومه، لان هم بيحاولوا يحققوا الرؤيه بتاعت 2030 والاستثمارات الضخمه دي مش موجوده. والدليل على كده ان صندوق الاستثمارات السعودي بيعمل اصدارات ضخمه للديون بغرض الاقتراض، وان الاحتياطي النقدي للصندوق انخفض ل 15 مليار دولار، وده اقل مستوى من 2020. مشروع بالحجم ده اكيد كان محسوب كل خطوه فيه كويس، لان الفلوس اللي هتتحط فيه مش قليله. فلما نبتدي نشد الكوبس بسرعه كده، اكيد المستثمرين اللي داخلين يستثمروا معاك هيبتدوا يقلقوا. ومش بس اللي هيستثمروا في المشروع ده، يبقى ايه اللي حصل؟